استاذ خالد مو مثلك استاذ خالد وامثالك. استاذ خالد ظل بس انت بس 24 ساعه تطلع قيحك في سبيل اسقاط التجربه في العراق. خلاص انا ايش علي اذا عندك امراض نفسيه؟ استاذ خالد انا ايش علي اذا وضعيتك سيء؟ هاي معيبه. اولا انت جاي تاخذ وقتك واسئله جاي توجه لك وتختار مفردات مو لائقه. هذا الضيف المدلل تختار مفردات مو لائقه يا سيدي بالرد. هذا يحكي بكيفه والله لن يتجاوز عليك الرجل يا استاذي. بس من ارد قاطعني يا من ارد قاطعني. ماكو احد قاطعك، ماكو احد قاطعك يا سيدي، ماكو احد قاطعك. انت اللي تتداخل وانت اللي تقاطع وانت اللي تختار مفردات. المالكي اقول هل يستحق المالكي يستحق هذا؟ خويا المالكي هو المالكي الله ذاك هو انت هذا. خلي المالكي مو الله يا اخي شخصيه عامه. شخصيه عامه يا استاذ خالد، من حق اي احد ينتقده. يسيئوا لاي واحد. من حق اي احد ينتقد المالكي يا سيدي. انتقده. انا برا دافع. انت شو عليك؟ شنو يعني بعد ما ندافع؟ اي بس مو مفردات مسيئه يا سيدي. انت جاي تستفز الضيوف يا سيدي. انت جاي ناخذ عقدكم. لا يا سيدي يا استاذ خالد، يا استاذ خالد اهدى ارجوك. خلي ارجع الاستاذ رمضان. هو بقى عندي سؤال ببالي. حمسني حمس ورانا لعبه. والله العظيم اوقف خلي اشوف سؤاله. استاذ رمضان البدران، ايران شلون خسرت البحر؟ ما عندي سؤال. اخوان رحم الله امك. قل لي يا واش خلي بس اتنفس يا ارجوك. اهدى شوي اهدى شوي اهدى. استاذ رمضان بس باقي لي كم دقيقه الله يخليك. باقي لي كم دقيقه يا واش. لجنه ابو علي البصري يعني البارحه اكو يا مو كررنا هذا السؤال لو نفس والله ولكم شاسه. ابو علي البصري البارحه يعيبون على ابو رغيف اليوم يلا مشيها استاذ خلينا. اذا نجي على اي قصه لا تصير يعني مثل محاكم التفكير وغيره. انا ما اسمع. ارجوك استاذ خالد. ارجوك استاذ خالد. والله جريمه. والله عيب هاي. والله مو مقارنه هاي مو مقارنه بين جرائم ابو رغيف وبين ابو علي البصري وتاريخه. ما يجوز. ايا كان اذا حكم بمهنيه ووضع الدوله قبل له يخوض في الملفات بعداله، يغلقها بعداله، اهلا وسهلا. ولكن هذا لا يحرمنا كمراقبين ان نقول كلمه في اداء ايا كان، يعني لا نقدس احد. هذا اولا. ابو علي البصري يتقدم في مواجهه الفساد واهلا وسهلا، ولكن سنراقب هل كنا الملفات تفتح بعداله، تغلق بعداله، تحقق بشفافيه، تطال كل تورط هذا اسقطوا بها ايا كان ليتقدم. ماكو سؤال الخالد بعد خلاص. ابو عمار يجاوب. ابو عمار دقيقه اخر دقيقه لابو عمار. خلي يسوي لنا مشكله استاذ خالد. هو هسه القلم ما يقدر يطبقه. تفضل استاذ ابو عمار. على كيفك استعد استاذ عدنان. والله يا انت صاير مستفز ومريض. اعطينا مجال. شخصيه انا ما احترمك وما اجيك، لكن انت وزيرت البارحه جيت. تفضل. اعرف سمومك. تفضل ابو عمار. تفضل ابو عمار. واعرف حقدك. يلا اوكي ما يخالف. والله بالنسبه لك اعطينا مجال. اقول انت عصبي اليوم. هذا قصدي. لا انت ما تستحي. انت انسان ما تستحي. يلا بقى. ومعزوم وحاقد وشوف شلون وضعك وين وصل. استاذ خالد عيب هاي الكلمات بالجو. دائما تنقلها بشكل شخصي يا استاذ. والله تستحق اكثر. كل ازمتك تنقلها بشكل شخصي راسا. يا استاذ خالد انت محترم. عيب هاي الكلام. ما لا يجوز بيك. ما لا يليق بيك. انت محترم ومقدرينك. لا يليق بيك هذا الكلام. والله انت ما يليق بيك طريقه تقديمك. طريقه تقديمك ما لايق اطلاقا. اهدى. تفضل استاذ غالب تفضل. والله بالنسبة لأبو علي البصري أولا هو صديقي ومتواصل معه كتابة وشفاها، إنسان شريف